بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة ضرب الحدود الجبرية واسمتها. الدرس الرابع في الوحدة الثانية، جبر الصف الأول الإعدادي. ضرب الحدود الجبرية واسمتها من أسهل دروس منهج الجبر الترم ده، ولكن معتمد على قواعد خدناها واحنا في ابتدائي خاصة بضرب الأساسات المتشابهة واسمة الأساسات المتشابهة. عود نفسك القاعدة اللي أنا هقولك عليها دي هنمشي عليها طول الحصة. لما تيجي تضرب حدين جبريين بتضرب إشارة في إشارة، عدد في عدد، رمز في رمز. إشارة في إشارة، عدد في عدد، رمز في رمز. ولما تيجي تقسم حدين جبريين على بعض بتقسم إشارة على إشارة، عدد على عدد، رمز على رمز. مثلا لما اجي اقول لك 2 ألف في 5 باء، هنا الاتنين موجبة والخمسة موجبة، وطالما اشارتين شبه بعض يكون الناتج موجب، اشارتين مختلفين هيكون الناتج سالب. ده بالنسبة لعملية الضرب او عملية القسمة. يبقى هنا هضرب موجب في موجب، الناتج هيكون موجب. 2 في 5 ب10، وألف في باء بكتبهم جنب بعض كده ألف باء. كده انا ضربت الحدين في بعض وخلصت المسألة. ولكن اللي ساعدك ان هي تخلص بسهولة ان الرموز مختلفة، وطالما رمزين مختلفين بضربهم في بعض، كل اللي بعمله بحطهم جنب بعض، مش اكتر من كده. طيب لو الرموز من نفس العيلة، يعني مثلا جيت قلت لك ألف في ألف أس 3، عيلة واحدة اهي اللي هي عيلة الألف، لكن هنا ألف أس 1 وهنا ألف أس 3. هعمل ايه؟ هنرجع نستخدم قاعدة ضرب الأساسات المتشابهة اللي خدناها واحنا في ابتدائي. كان الأستاذ أو الأبلة بيقولوا لي في حالة ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس. في حالة ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس. يعني لما أجي أضرب ألف في ألف أس 3 بنزل ألف منهم واجمع الأسس، 1 و3 تدينا 4. يبقى لو الرموز من نفس العيلة هجمع الأسس في حالة الضرب. تمام؟ زي المثال اللي فوقه، سالب في موجب بسالب، 3 في 5 15، س أس 2 في س أس 1، هنزل س واجمع 2 و1 3. تعال نشوف أمثلة عشان نتدرب أكتر. واوعى تنسى القاعدة الأساسية، إشارة في إشارة، عدد في عدد، رمز في رمز. تعال نشوف. موجب في موجب بموجب، 5 في 3 ب15، ألف أس 3 في ألف بألف أس 4، باء في باء بباء أس 2. نفس الكلام بالظبط، حتى لو هتضرب كسور في بعضها ما يفرقش معاك حاجة. تعال نشوف. 3 على 4 في 4 على 3، موجب في موجب بموجب، 3 في 4 ب12، و4 في 3 ب12، ألف أس 2 في ألف بألف أس 3. طب ما هو 12 على 12 فيها الواحد، والواحد قدام الرمز ما بيتكتبش، يبقى الناتج هيكون ألف أس 3. موجب في سالب بسالب، 2 في 3 ب6، س أس 2 في س أس 3 هتديني س أس 5. سهل والموضوع بسيط، بس ركز أكتر. 2 ألف في سالب 3 ألف باء، موجب في سالب بسالب، 2 في 3 ب6، ألف في ألف بألف أس 2. مفيش بقى تتضرب في الباء، نزلها زي ما هي، متعملش فيها أي حاجة. طالما أختها مش موجودة اللي هتتضرب فيها تنزل الباء زي ما هي. سالب في موجب بسالب، 2 في 3 ب6، س أس 2 في س بس أس 3، صاد في صاد أس 2 بصاد أس 3. سالب في موجب بسالب، 4 في نص هتديني 2، لام في لام أس 2 بلام أس 3، ميم أس 2 في ميم أس 2 بميم أس 4. باخد الرمز انزله واجمع الأسس، وإشارة في إشارة، عدد في عدد، رمز في رمز، يديك الناتج بتاعك بكل سهولة وبساطة. آخر مثال في الضرب، 2 في 4 ب8، ميم أس 2 مفيش ميم تتضرب فيها تنزل زي ما هي، نون في نون بنون أس 2. يبقى موضوع ضرب الحدود الجبرية ده
من المواضيع السهلة اللي ما ينفعش انت تتلخبط فيها اصلا. فركز، وقف الفيديو وهاته من اوله تاني، وانقل المسائل دي وحلها تاني لوحدك عشان تأكد لنفسك ان انت فهمت الدرس كويس. بالنسبة بقى لقسمة الحدود الجبرية، احنا قلنا القاعدة الأساسية في القسمة ايه هي؟ إشارة على إشارة، عدد على عدد، رمز على رمز. إشارة على إشارة، لو الإشارتين شبه بعض الناتج بتاع القسمة هيكون موجب. إشارتين مختلفين ناتج القسمة هيكون سالب. عدد على عدد دي سهلة ما فيهاش مشكلة. رمز على رمز بقى، لو الرموز مختلفة بتفضل كسر زي ما هي، لكن هو ما بيجيبلكش رموز مختلفة. طب لو الرموز متشابهة هرجع لقاعدة ابتدائي في حالة القسمة. كان الأستاذ أو الأبلة بيقولوا لي في حالة قسمة الأساسات المتشابهة تطرح الأسس. يعني في حالة الضرب كنت بجمع الأسس، في حالة القسمة هطرح الأسس. تعال نشوف كده. في حالة قسمة الأساسات المتشابهة تطرح الأسس. لما أجي أقول لك هنا س أس 3 على س أس 2، نزل السين واطرح 3 ناقص 2 1. الواحد ما بيتكتبش في الأسس، سهل الموضوع. أ أس 5 على أ أس 2، نزل الألف واطرح 5 ناقص 2 3. طب ص أس 4 على ص أس 4، نزل الصاد، و4 ناقص 4 صفر، وأي حاجة أس صفر قيمتها بكام؟ بواحد. أو بشكل عام لما تيجي تقسم ص أس 4 على ص أس 4 اعرف إنهم هيطيروا مع بعض، لأن في أغلب الحالات الواحد ما بيتكتبش، بنكتب العدد اللي هو خارج القسمة وخلاص. ماشي كده؟ زي مثلا لو جيت قلت لك مثلا 2 س على س هتساوي السين على السين هيطيروا مع بعض لانهم شبه بعض، والاتنين مفيش عدد يتقسم عليه او بقسمها على واحد هلاقي فيها الاتنين اللي هتتكتب. لكن س على السين فيها الواحد ما بيتكتبش الواحد. اتفقنا كده يا جماعه؟ فعشان كده دايما بنقول س على س طاروا مع بعض. يبقى لو في حاجتين شبه بعض مقسومين على بعض اعرف ان هما بيطيروا مع بعض. مثال، اوجد خارج قسمة 2 أ أس 3 على 3 أ. ممكن أعملها بكذا طريقة. ممكن أشيل على دي وأخليها على قسمة، وممكن أخليها 2 أ أس 3 على كسر عادي 3 أ هتساوي 2 على 3 ما بيقبلش القسمة تفضل 2 على 3، وأ أس 3 على أ نزل الرمز واطرح الأسس. 3 ناقص 1 2. طب هنا يا أستاذ 21 س على -3، هنقسم إشارة على إشارة، عدد على عدد، رمز على رمز، موجب على سالب بسالب. 21 على 3 فيها 7. س مفيش س تتقسم عليها تنزل زي ما هي. طب هنا -15 س أس 2 ص أس 3 على 5 س ص أس 3. سالب على موجب بسالب. 15 على 5 فيها 3. س أس 2 على س فيها س. ص أس 3 على ص أس 3 طاروا مع بعض. نفس القصة هنا، سالب على سالب بموجب. 24 على 8 فيها 3. أ أس 5 على أ أس 2 فيها الأ أس 3. عملت ايه؟ نزلت الألف وطرحت 5 ناقص 2 3. باء أس 3 على باء هنزل الباء واطرح 3 ناقص 1 2. ج أس 2 مفيش ج تتقسم عليها تنزل ج أس 2 زي ما هي. سالب على سالب بموجب. 25 على 5 فيها ال5. أ أس 6 على أ أس 2 فيها الأ أس 4. تعال نشوف الأفكار اللي هنا دي. 9 على 6 مش هتقبل القسمة بس ينفع يختصر. على 3 فيها 3 وعلى 3 فيها 2، يبقى الناتج بتاعها هيطلع 3 على 2 لأنها ما قبلتش القسمة. س أس 5 على س أس 3 هتديني س أس 2. ص أس 4 على ص بس تديني ص أس 3 هتساوي سالب على سالب بموجب. 32 على 4 فيها 8. أ أس 3 على أ أس 3 شبه بعض يبقى طاروا مع بعض. باء أس 6 على باء أس 2 هتديني باء أس 4. سالب على سالب بموجب. 18 على 6 فيها 3. س أس 5 على س أس 3 س أس 2. ص أس 6 على ص أس 3 فيها ص أس 3.
عين أس 3 على عين أس 3 طاروا مع بعض. درس خفيف وبسيط وسهل ومفهوش أي أفكار خارجة عن اللي احنا قلناه. ركز فيه وفهمت الفيديو بتاعك كويس، ارجع هات المسائل بدون حل، وقف الفيديو عندها، انقل المسائل بتاعتك وابدأ حلها تاني عشان تأكد لنفسك ان انت فاهم الدرس ده كويس جدا. ومش عشان الدرس بسيط خلاص استهون بيه، لا، الدرس ده تمهيد للي جاي. اللي جاي بقى لما تيجي تقسم مقدار جبري على حد جبري هتحتاج الأساسيات اللي احنا قلناها في درس النهارده. حل مسائل كتير على قد ما تقدر، تمارين كتاب، تمارين معاصر، تمارين اضواء، تمارين اي كتاب، اهم حاجه حل على قد ما تقدر عشان تبقى ممتاز وتوصل ان شاء الله للدرجه النهائيه. مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات. سلام.